اهلا وسهلا الغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال يا ربي. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، وكما العاده البنات وصفات اقتصاديه، افكار شهيوات اللي في المتناول كاملين بينا. كل نهار خاصنا نفكروا شنو نديروا في الغداء، شنو نديروا في العشاء، شنو نديروا في الكوتي. انا كنحاول نجيب لكم اقتراحات اولا كنفكروا بعضياتنا هكا بشي حوايج. كاين البنات بعض الشهيوات اولا بعض الوصفات اللي كنكونوا عارفينهم ودايرينهم، ولكن كنبغيو غير نذكروهم. شحال من حاجه غير كنشوفوها كنكونوا شحال ما درناها، كنبغيو هكا نبدلو، كنشوفوها كنوضو نديروها. هنايا البنات، هنايا في الغدا غادي ندير الخضره مع السردين في الفران. هنايا البطاطا مع السردين ديما كنسلقها نص سلقه، درت لها شويه ديال العطريه، شويه ديال القزبور، الثومه. المهم عطرتها هكا بالعطريه كامله ديال اللي كنديرو في الحوت، ودرتها هكا لتحت. ما كنديرش البصله والفلفله، هكا واحد الحبه ديال الفلفله دواور. والسردين هنايا عندي اللي مشرمل مزيان كاع الصباح، وخليته يشرب مزيان ديك الشرموله ديالو، كيجي غزال مع شويه ديال السودانيه، الثومه والقزبر والعطريه. وصافي غادي نديرو هكا في اللاطه اللي تدخل الفران، وغادي نزيد فوق منه هكا دويرات ديال المطيشه الحامض. وصافي يا البنات، هذا غير اقتراح كما قلت لكم على الغزالات ديالي. كلشي حادقات، كلشي كنعرفوا نطيبوا، ولكن كنبغيو بعض المرات راه دائما سواء ملي كندخلوا للفيسبوك في جروبات ديال الطبخ، ولا دائما كنلقاو الاخوات كيطلبوا اقتراحات، اولا هكا غير مع بعضياتنا، اولا في الجروب ديال العائله، اولا كتبغي هكا اقتراحات اللي تبدلي بهم هكا في الغديوه، وكنفكروا بعضياتنا بعض الوصفات اللي كنكونوا ناسيينهم. هنايا البنات كما قلت لكم درت هاد السردين مع الخضره في الفران، كيجي غزال. مره كنبغيو نبدلو هكا داك الحوت مقلي اولا مشوي، كنبغيو نديرو هكا مع خضيره اولا في الطاجين، كيجي زوين حتى في الفران. صافي البنات، من بعد ما درت هكا السردين والخضيره ديالي في اللاطه، زدت عليهم شويه ديال زيت العود من الفوق، كيجي غزال. وحتى الزيتون اللي بغا يديرو كيجي حتى هو زوين واخا مع الحوت. صافي غادي نغطي هكا اللاطه ديالي بالورق المطبخ، وكنزيد فوقها البابي الومنيوم باش ما كينشفش ليا داك الحوت من كون ناكلو يجي ناشف. واخا انا البطاطا راها عندي مسلوقه، الفلفله ومطيشه دغيا كيطيبوا، ولكن هكا كنحمي داك السردين باش ما كينشفش، يعني كيجي طري وزوين في الماكله. صافي ما كياخذش بزاف ديال الوقت، يعني راه دغيا السردين كيطيب. كما قلت لك البطاطا مسلوقه، الفلفله ومطيشه دغيا كيطيب، يعني واحد 15 دقيقه. دخلته في الفران كان سخون، كنت طيبت الخبز قبل منه، 15 ل 10 دقائق كان واجد معايا. صافي البنات، هنايا من دخلت الحوت ديالي للفران، دزت ندير شليضه. غادي ندير شليضه باللوبيا الخضراء، كندير معاها واحد البصله اللي كنقطعها، ولا غير نص بصله ولا بصله صغيره كنقطعها رقيقه، وواحد المطيشه. كتجي غزاله البنات هاد الشلاضه بالنسبه للوليدات اللي ما كياكلوش هكا هاد اللوبيا الخضراء في المرقه، اولا كتجي شلاضه هكا كتجي زوينه. صافي درت معاها شويه ديال الخل ومليحه، وغادي ندير شويه ديال الزيت البلديه، يعني هي ما غاديش ندير فيها زيت نباتيه، غندير فيها الزيت البلديه كتواتى معاها من الاحسن. حتى الا صوتيناها هكا في مقيله مع العطريه والثومه، وزدنا معها شويه ديال الطون، كتجي غزاله. وحتى هنايا مع البصله والمطيشه الا زدنا معها شويه ديال الطون كتجي زوينه. انا خليتها غير هكا، جات لذيذه بزاف، سلقتها مع شويه الملحه، جات بنينه. وصافي يا البنات، كما قلت لكم الحوت ديالي ما خداش نهائيا معايا وقت كتير، دغيا كيوجد، يعني واحد الغدا اللي بالزربه في اخر لحظه يكون عندك غير السردين مشرمل. صافي دغيا كتوجديه. صافي قدمت الطبق ديالي مع شويه ديال شلاضه الخس ومطيشه والخيار، وشلاضه اللي درتها باللوبيا، كتجي بنينه يا البنات. صافي هذاك اقتراح للغدا، وصافي بارطاجيته معكم البنات. وغادي ندوز ان شاء الله باش نقدم لكم واحد الوصفات بالنسبه للكوتي، اقتراحات بسبوسه اللي بالمردارين غزاله يا البنات دابا الوقت ديالو، وكذلك واحد الكيكه بدون سكر، هكا على حسب درت على حسب الوالده ديالي مريضه بالسكر، الله يشافي جميع الامهات وجميع المرضى يا ربي. وكذلك غنشارك معكم واحد البريوش مالح كيجي غزال على شكل كرواسه. اول حاجه البنات غادي ندير البسبوسه ديالي. كما قلت لكم هذه البسبوسه راها معتمده عندي، بارطاجيتها معكم شحال هذه فيديوهات قديمه، ولكن قلت ما فيها بس بالنسبه للاخوات اللي معنا جداد في القناه ياخذوا فكره. كتجي غزاله واقتصاديه ودغيا كتوجد. عندي درت جوج ديال البيضات اللي ضروري يكونوا بدرجه حراره المطبخ، واحد الفاني، واحد القبيسه ديال الملحه. صافي البنات غادي نخلط هاد مع سكر سنيده كاس قل ربع، دائما العبار كيكون بكاس ديال الانبه. صافي غادي نخلط البيض ديالي مع السكر والفاني مزيان، وغادي نزيد نص كاس ديال الزيت. كما قلت لكم البنات هاد البسبوسه اقتصاديه يعني في المقادير ديالها، وكتجي معلكه ولذيذه، غير جربوها على حسابي. صافي زدت هذاك نص كاس ديال الزيت خلطته، وغادي نزيد كاس ونص ديال عصير البرتقال، يعني غير المندالين هنايا عصرته.
كاس ونص العبار دائما بكاس العنبه. زدت واحد المعلقه ديال الكوك اللي كتبقى اختياريه، اللي كيعجبو هكا المذاق ديال الكوك في البسبوسه مع السميده كيجي غزال. والسميده عندي جوج كيسان معبورين، واحد جوج معالق ديال الفينو اولا الفورص غير اللي توفر، وواحد الخماره ديال الحلوه. صافي غادي نخلط المقادير ديالي كامله مزيان. غادي يبان لنا الخليط شويه خفيف، ما نخافوش منه، لان السميده راها كتشرب كتجي غزال، يعني هذا هو القوام المطلوب واخا كيكون شويه خفيف. غادي ناخذ لاطه ديالي اللي غادي انا كنستعمل هذا المول ديال الزاج، تقدروا تستعملوا اي مول مدور هكا ديال الحديد، اي مول يعني كديروا فيه هكا الكيك عادي. صافي غادي نخوي هكا الخليط ديالي. الفران راه عندي ديجا سخون، وغادي ندخلها الفران. كتاخذ تقريبا 45 دقيقه حتى ل 50 دقيقه على حسب الفران والسخونيه ديالو. كنقص عليها مزيان البوطه وكنخليها طيب على خاطرها. صافي هنا غنوجد السيرو باش غادي نسقيها. عندي كاس ديال الماء، كاس قله ربع ديال سكر سنيده، غادي نديرهم فوق البوطه حتى يغليو واحد شويه مع واحد جوج شرائح ديال البرتقال. من بعد ما غيغليو شويه عاد غنزيد عليهم كاس ديال عصير البرتقال، نخليه يغلي غير واحد شويه صافي ونحايدو. بعد ما كتوجد البسبوسه ديالي وكتخرج وعطيه ديك الريحه ديال المنظرين او البرتقال غزاله في الكوزينه وهي باقا سخونه. كيكون السيرو ديالي بارد كنسقيها وهي باقا سخونه. ضروري الا كانت البسبوسه بارده يكون السيرو سخون، وانا كنفضل العكس، يعني يلا خرجتها من الفران سقيتها بالسيرو اللي كنت وجدته من قبل. صافي هنايا كتزين، والتزيين اللي كيعجبني دائما في البسبوسه هو الكوك، كيتواتى مع حتى المذاق ديالها. وكذلك راني درت واحد المعلقه في الخليط فكيتواتى، يعني بالنسبه ليا التزيين ديال البسبوسه كيتواتى مع الكوك، وطبيعه الحال كل وحده كتزين بداك الشيء اللي عندها. صافي غادي نقطع البسبوسه ديالي هكا وغادي نخليها غير في هاد الصحن هذا. انا كنديرها في هاد المول ديال الزاج باش كيعجبني نقدمها غير هكا فيه، كتجي غزاله. غادي نخليها على جنب وغادي ندوز ندير معكم الكيكه اللي بلا سكر، حتى هي جات غزاله يا البنات. بالنسبه للناس هكا اللي مرض او الناس اللي كدير ريجيم، درت جوج ديال البيضات، وغادي ندير واحد الفاني، سكر الفاني تقدروا تنسموه باي حاجه، قشور البرتقال او قشور الحامض. وغادي نزيد واحد القبيصه ديال الملحه، ديما كنديرها في الكيك. صافي غادي نخلط مزيان البيض ديالي وغادي نزيد مباشره الزيت، نص كاس ديال الزيت. هاد المقادير هادو ديال المول الصغير اللي ديجا شاركت معكم من قبل، اللي كيهز لي غير نص كاس. الا درتو مول كبير ديروا كاس من الحاجه. صافي زدت واحد نص كاس ديال عصير البرتقال، خلطت مزيان وغادي نزيد الطحين شويه بشويه. بالنسبه للكيك القوام كيكون ماشي خفيف بزاف وماشي ثقيل، يعني القوام العادي ديال الكيك. دائما انا كنزيد شويه ديال الفينو الصفر في الكيكه العاديه ديالي. زدت واحد 3 المعالق هكا ديال الفينو باش كتجيني هكا مسبسه واللون ديالها صفر. وصافي غادي نزيد واحد جوج خمارات حمر من وزن 8 غرام. وغادي نبقى كنزيد الطحين هكا حتى كنحصل على القوام المناسب. كما قلت لكم البنات انا ديما الكيكه العاديه بحال هكا ما كنديرهاش خفيفه، خصوصا انني غادي نزينها في الوجه ديالها يعني قبل ما طيب باش ما يهبطليش هكا التزيين لتحت. صافي خديت هذا المول الصغير هذا اللي كما قلت لكم كيهز معايا غير نص كاس ديال السوائل، دهنته بالزيت ورشيته بالفينو. غادي نخوي فيه هكا الخليط ديالي. وكتزيين بما ان هاد الكيكه هذه ما فيهاش السكر مسوسه، فغادي نزينها دابا، ما غاديش يليق لي حتى طيب وندهنها اولا باش تلصق لي عليها التزيين. عندي هنايا كاوكاو افيلي غادي نرشو من الوجه ديالها كامل. صراحه تواتى معها هكا وجات غزاله يا البنات. هاد الكيكه غادي تشوفوها معايا من غتوجد. هنايا عندي الفران سخون، دخلتها للفران. ما خداتش معايا بزاف ديال الوقت لان الفران كان سخون، كنت طيبت فيه البسبوسه. وصافي خليتها راه دغيا دغيا كتوجد. شوفوا معايا من غادي نخرجها من الفران جات غزاله يا البنات، جات محمره وتحمر فوق من هذاك الكاوكاو والريحه ديالو غزاله وديال البرتقال. تحلفوا عليها ماشي ما فيهاش السكر، جات عاديه وزوينه بزاف. نديروها هكا لوالدينا اللي كيديروا الريجيم او لا ما كيبغيوش الحلاوه، جات غزاله. انا درتها الوالده ديالي. صافي البنات. وهنايا كاقتراح ثالث غادي نبارطاجي معكم هذه الفكره هذه. ملي كندير شي بريوش، اي بريوش حلو ولا مالح، كتكون العجينه في الاول كثيره كنخدموا بها داكشي اللي بغينا. دائما كيتبقى لنا هكا شويه ديال العجينه. انا ما كنرميهاش، كنديرها هكا في واحد البلاستيك غذائي وكنرميها في المجمد وكنخليها. الوقيته اللي هكا تشهيت شي حاجه حلوه ولا مالحه او لا عندي الضياف وبغيت نوع هكا في المائده بلا تماره او لا، كنجبد ديك العجينه ديالي حتى كديكونجولا وكنخدم بها اي نوع ديال البريوش بغيت. راها كتبقى هي كنعرفوا باللي من العجينه من كنديروها في المجمد كيتوقف الاختمار ديالها. ملي كنجبدوها وكتطلق صافي راها كترجع غزاله يا البنات وكتجي عاد حسن باللي درناها في الاول. هنايا كنت درت واحد المملحات شحال هذه بواحد البريوش، بقات لي شويه العجينه كنت مخليها في كونجيلاتور، واليوم احتاجيتها هكا جبدتها شويه على بكري وخليتها حتى ديكونجولات. رققتها بالدله كما شفتوا معايا في الفيديو، وقطعتها انا غادي نديرهم على شكل كرواسات. قطعتها هكا قديتها على شكل دائره وكنقطعها هكا مثلثات.
وكما كتعرفوا معايا ديما كندير حويجات سهله وبسيطه. خديت هنايا غير لاصوص الواجده، درت شي شويه هكا، تقدروا ديروا اي حاجه بغيتوها. ديروا هكا ديك الحشوه اللي كنديروهم في البريوش، الخضره هكا محكوكه ومشحره، الكفته، الدجاج، اي حاجه. انا ديما هاد لي كرواسون هادو مالحين كندير فيهم الطون او الفرماج، شي شويه ديال الزعتر ولاصوص صافي، وكيجيو غزالين البنات. الا بغيتو تزيدوا شويه ديال المورتاديلا اولا كيجيو زوينين. صافي سرحت هكا غير واحد شويه ديال لاصوص، وزدت هكا الفرماج، هاد الفرماج المربى هكا اللي قطعته، وكنزيد شويه ديال الطون. هنا مالفا كندير الطون ديال الزيت وكنصفيه وكنحط غير هكا طريفات ديال الطون. لقيت عندي غير هذا ديال المطيشه، ولكن ماشي مشكل، قضيت به الغرض. كندير هكا شويه شويه فوق داك الفرماج. وصافي يا البنات غادي ندير عاوتاني واحد الرشيشه هكا ديال الزعتر من الفوق باش كيجي داك المذاق زوين. وكما قلت لكم البنات هذه غير كنصيحه وكفكره، يعني ديما كنديروا هكا شي بريوش كتبقى لنا هكا ديك البقايا ديال العجينه، الاغلبيه كيرميوها، ما ترميوهاش ديروها في كونجيلاتور، نهار هكا تبغيوها تلقاوها واجده. صافي درت هكا رشيت شويه ديال الزعتر، كيعجبني الزعتر في المملحات كيجي غزال. وغادي نبقى نلوي بطريقه راها معروفه. هنا البنات كما قلت لكم من درت انايا الطون ديال المطيشه شويه بقى كيسيخلي منا ومنا، ولكن ماشي مشكل. مالفا كندير ديال الزيت ومن بعد ما كنكون مصفياه كيجي زوين. حتى ديال هذا جا زوين، حتى ديال المطيشه غير بقات ديك لاصوص ديالو بحال اللي كتخرج. صافي كنلوي هكا الطريقه العاديه والمعروفه ديال الكرواسون، وكندير هكا في الصفيحه ديالي اللي مفرشه لها ورق الزبده. وغادي نخليها تخمر. هنايا غادي نغطيهم وغادي نخليهم يخمروا. قبل ما غادي نخليهم يخمروا غادي ندهنهم غادي ناخذ واحد صفر البيض، غير صفر بيضه هكا، زدت لها شويه ديال الخل او شويه الحليب او شويه ديال الصوجه غير اللي بغيتو، باش هكا كنتلفوا هذاك المذاق ديال البيض حتى اختمروا. عفوا غطيتهم وخليتهم حتى خمروا هكا وضاعف الحجم ديالهم، ودهنتهم هكا غير بصفر البيض اللي زدت معاه غير شي واحد النقيطه ديال الخل. وصافي هنايا الفران راه عندي كيسخن دغيا دغيا كيوجدو. يعني هاد العجينه ما عجنتها ما ضربت فيها لا تمره لا والو، كانت عندي واجده. وعمرت هكا نوعت بها الطويبله ديالي للوليدات اولا للضيوف اولا افكار هكا عمليه كتنفعكم الصراحه. انا بعدا كتنفعني بزاف. درت شويه ديال الجنجلان ولا اي نوع ديال الحبوب كتفضلوا، دخلت البريوش ديالي للفران حتى الطابو تحمر والريحه طالعه غزاله يا البنات. الطون والفروماج والزعتر مع هاد البريوش هذا اللي فتي بزاف، واحد الريحه كتحمق. وجاو لداد انا وليداتي كيحمقوا عليهم صراحه، كيجيو زوينين، وراني بارطاجيتهم معكم في رمضان الكريم اللي فات. صافي الغزالات الاقتراحات ديالي هما هادو الوصفات اللي وجدت معكم. شوفوا معايا الكيكه اللي بدون سكر كيفاش جات محمره وغزاله وزوينه يا البنات وخفيفه من الداخل. شوفوا معايا كنوريكم القوام ديالها. صراحه غير ديروها لوالديكم كاع ما تعكزوش عليها، جربوها على حسابي على ضمانتي. والبسبوسه ديالي كذلك جات غزاله. كنعرفوا البسبوسه راه ما غاديش نبقى نشكر فيها، كلشي كيعرف البسبوسه شحال كتجي لذيذه، خصوصا بالمذاق ديال البرتقال. والبريوش ديالي بالطون والفرomاج والزعتر جاي غزال كذلك. شوفوا معايا المنظر ديالو. واحد العجينه اللي كانت عندي واجده في المجمد جبتها ودرت بها هكا ضروري، يعني درت البسبوسه حلوه ودرت ديك الكيكه الوليده. ندير هكا الوليدات كيعجبهم هكا المالح. صراحه اقتراحات زوينه وسهله ودغيا دغيا كتوجد. شوفوا معايا البنات فريمون هاد الكيكه اللي بلا سكر غير ديروها كما قلت لكم لوالديكم ولا اي واحد هكا كتعرفوه مريض بالسكر مساكن كيتحرموه. يعني حنايا كناكلوا حداهم هكا الكيك والحوايج الحلوه، هما غير يعني غير كيشوفوا ما فيها بس حتى هما نفرحوهم ونديروا لهم خاطرهم هكا بالحويجات اللي يقدروا ياكلوها. صافي الغزالات هادو هما الاقتراحات ديالي ديال هاد النهار. صراحه جاو زوينين بزاف، اقتراحات بسيطه كما ولفتوا معايا في المتناول ديال الجميع. البسبوسه جات غزاله غير 2 كيسان ديال السميده، والبرتقال دابا راه موجود في اي دار، جات غزاله بزاف. هذا ما كان الغزالات ديالي. هذا هو الفيديو ديال هذا النهار، نتمنى يكون عجبكم وتبارطاجيوه وما تنساونيش بلي لايك البنات. وكما كنقول لكم ديما تسناوني في فيديوهات جداد، اقتراحات اللي بسيطه واللي ديال ولاد الشعب اللي اي وحده تقدر ديرها في دارها وتفرح بها وليداتها وتنوع بها الطابله ديالها. صافي الغزالات غادي نخليكم هنايا وغادي نقول لكم ما تنساوش لي لايك وتسناوني في فيديو جديد ان شاء الله.